رخيص ومالي الاسواق. الطماطم رخيصه والفلفل رخيص. هنعمل النهارده وصفه بيهم رهيبه جدا، هيكفي معاكي وهيقعد معاكي كمان لشهر رمضان. هيعمل معاكي كميه حلوه جدا وهيعجبكم قوي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك من ايدكم الجميله عشان تشجعونا نعمل لكم افكار حلوه وجديده. اول حاجه كده الطماطم معانا قطعناها زي ما انتم شايفين، ومعانا بقى هنا ايه دي راس توم. هنقفلها كده بقى ايه بالورق وهندخلهم بقى كده الفرن لما يتشووا معانا زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ريحه الطماطم بقى والفلفل وراس الثوم بقى المشويه في الفرن يا خرابي، مش قادره اقول لكم على الجمال. هنفصص بقى كده راس الثوم كده بعد ما اتشوت معانا، وبعد كده معانا بقى ايه الفلفل هنقطعه كده، وهنبدا ان احنا نطلع منه البذور بالشكل اللي انتم شايفينه ده باسهل طريقه. عايزه اقول لكم بجد جميل جدا يا جماعه، تحفه. هنعمله بقى وهنحط تحبيشات كده وحاجات لسه تاني هنقول لكم عليها دلوقتي. بجد وصفه رهيبه جدا. انا اول مره اشوف فلفل بالجمال ده، عامل كده زي الفلفل اللي احنا يعني عارفين الهريسه اللي هي بتتباع بره وبتبقى في البطرمانات، ونفس الطعم ونفس الجمال. بجد تحفه جدا. حطيت بقى الطماطم عليها كمان وحطيت الثوم، هبدا ان انا اضربهم كويس جدا. وبعد كده هنبدا ان احنا هنضيف عليه بقى ايه كوبايه من الزيت. هنحط كمان 5 معالق من الملح. هتقولي كتير ملح؟ لا مش كتير ولا حاجه، عشان انت لو حطيتيه في الفريزر على كوبايه الزيت ما يمسكش كده ويكتل معاكي، يبقى كده سايل وتاخديه كده بالمعلقه. عايزه اقول لكم تحفه جدا. شايفين قوامه بجد جميل. لسه بقى هنرفعه بقى كده على النار، وبعد كده ايه هيتكتك كده معانا هنطفيه على طول وبس كده. هنضيف له بس ايه معلقه بقى ايه من البابريكا يدي لون كده حلو يتكتك معانا، وهنطفيه على طول مش هياخد وقت معانا. هنبدا نحضر بقى البطرمانات بتاعتنا نكون كده مجهزينها. هنبدا ان احنا هنصب فيها الفلفل ده. عايزه اقول لكم هتاخدي منه كده بقى تحطيه في الفريزر وتاخدي منه بقى كده بالمعلقه، ما يجرالهوش اي حاجه. يعني اي فلفل عايزه ان انت تاخديه كده بالمعلقه من الفريزر تحطي له الملح وكميه الزيت اللي احنا حاطينه. اتمنى انه يكون عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان كل وصفاتنا اللي جايه هتعجبكم جدا.